اتعرف باسم حضرتك؟ فادي يوسف، مؤسس ائتلاف اقباط مصر. اهلا وسهلا. ايه رايك حضرتك في الموقع بتاع دهشور وقفة امبارح قدام مديرية امن الجيزة كانت وقفة سلمية، لانه اشاع ان احنا حاصرنا المديرية واعتصمنا وقطعنا طريق، ودوت ما حصلش خالص. كانت وقفة سلمية لمجموعة من نشطاء الاقباط منظمها ائتلاف اقباط مصر، وكان هدفها هو الهدف اللي احنا واقفين عليه النهارده، هو برضو الهدف اللي احنا هنفضل واقفين عليه طوال الفترات اللي جايه من اجل حقوق المصريين، بالاخص اهالي دهشور الاقباط اللي تم تهجيرهم من قبل الامن في البدايه، لان قالوا لهم حاولوا تسيبوا البلد لمده يومين علشان تستقر الاوضاع، ثم من قبل اهالي القريه اللي قاموا بالتهجم وبتدمير وحرق وسلب البيوت بتاعتهم والمحال التجاريه عشان يصعب على الاقباط النزول مره اخرى ورجوع الى منازلهم. دي اول حاجه احنا مطالبنا هو ضبط الجناه والمحرضين في تلك الاحداث، ثم ان يتم تعويض الاقباط على ما تكبدوه من خسائر دون ان يكون لهم في تلك المشكله الجنائيه التي تحولت الى طائفيه دون ان يكون لهم يد. ايضا يكون في سرعه استجابه لرجوع الاقباط سريعا، واهم حاجه واللي احنا ده وقفنا قدامه امبارح قدام مديريه امن الجيزه هو ان يكون في محاسبه للمسؤولين الامنيين على تقصير الامن المتعمد اللي ادى بهذه الكارثه. يمكن تكون وقفتنا النهارده الوقفه الثانيه، وهتكون في وقفات جايه تصاعديه للامر، ونهتم جدا ان احنا في وقفتنا نكون بشكل سلمي محترم، لان احنا بنطلب تطبيق القانون، فكيف نكون مخالفين للقانون؟ هيتعوض من اقباط او كده النهارده قالوا فعلي يا سياده الرئيس اقوالك ان الرنانه ديت في الشارع، حسسني بيها، مش انت تقول الكلام ده ويطلع لي محافظ الجيزه يقول لك هم 8 اسر مش اكتر، ويقول الاعتداءات كانت على الشباك وباب بيت. انا مش فاهم يعني حتى المنطق يقول لك واحد اعتدى على بيت وكسره، بعد ما كسره هو كان اساسا بيكسر باب البيت ليه؟ مش عشان يسرق وينهب؟ هل كسر الباب البيت ولما كسره تعب روح؟ كلام غير منطقي. حصل تدمير وسرقه ونهب وحرق للبيوت لاخفاء الجريمه، وتم تصوير ده كله، والنهارده جايين نقول ان على راي يعني ما قالوا اسر اهالي المتهمين بالتحريض وبالتدمير، زي ما قالوا ان المقام هذه الافعال ناس من بره مرسمه، وده كلام برضو لا يعقل. في اجتماع امبارح لبيت العائله مؤسسه الازهر وقائد اعمال البابا. الاجتماعات اللي بتتم بين القيادات الكنسيه والقيادات بالازهر او القيادات السياديه في دوله، اعتقد هي بتبقى اجتماعات دبلوماسيه لا تمس ايضا بالواقع بشيء، ده بيحاول يشيل عن ده شويه وده بيحاول ياثر عن ده شويه، يعني عمليه توازنيه بعض الشيء، وان احنا ممكن نراجع الاقباط بس انتوا ما تعملوش محاضر، او ممكن مش عارف نحط حساب لشخص معين قام بقتل المسلم اللي تم حرقه بدون قصد، عمليات مساومه، لكن الواقع واضح وصريح. ليست هناك اشتباكات طائفيه، ليست هناك فتنه طائفيه، هو يا ساده هناك في قريه دهشور اعتداء من طرف على طرف اخر. النهارده بلغونا ان اهالي قريه دهشور اللي كانوا متواجدين في قريه قريبه منها كمهجرين ليها عرفوا ان بيوتهم بتسلب وتنهب حتى اليوم. النهارده الساعه 8:30 الصبح بعض اهالي المسلمين المعتدلين في قريه بلغوهم ان بيوتكم لسه بتنهب وبتسرق، ونهار امبارح طلع لي محافظ الجيزه يقول لك لم يعتدى الا على الشباك وباب. يا سياده المحافظ احنا بنطلب بقى تعويض الدوله على ما قلته، شباك وباب شقه، لكن لو صبت اكتر من كده تحمله انت على نفقتك الشخصيه، لانك انت اللي اكدت ان مفيش تعدي اكثر من شباك وباب شقه. لو حصل اثبات لاي تعدي او اي تدمير لمتعلقات او ممتلكات لاقباط زي محلات الذهب، زي المخازن المشروبات الغازيه، زي المحلات التجاريه، تحملوا بنفقتك الخاصه، لانك انت الذي انكرت ان يكون للاقباط اعتداءات او ممتلكات تم تدميرها اكثر من شباك وباب شقه. عاطف عوض، منسق حامي حركه دم الشهداء. النهارده انتوا واقفين قدام الكاتدرائيه، وامبارح كان قدام محافظه الجيزه او مديريه امن الجيزه، النهارده عايزين ايه وتقولوا ايه؟ بنطالب بموضوع اللي حصل في دهشور من 3 ايام، الناس اللي خرجت من بيوتها لغايه دلوقتي ما رجعتش بيوتها. فين الناس اللي عملوا الحاجات دي لغايه دلوقتي ما اتقبضش عليهم ليه؟ فين دوله القانون اللي هم بيقولوا عليها؟ احنا مش عاوزين تعويضات عن البيوت، احنا عاوزين اساسا البلطجيه دول يتقبضوا عليهم. فين دوله القانون اللي هم بيتكلموا عليها اساسا؟
احنا ما بنطالبش الا بالقانون، اللي عمل كده يتحاسب. احنا مش عايزين حد يبيض لنا بيوت، احنا عاوزين اللي اتعمل كده يتحاسب، واحنا هنبيض بيوتنا بايدينا. فين دولة القانون اللي احنا بنقول عليها؟ من امتى الناس دي بتتهاجر من بيوتهم؟ فين الامن؟ فين وزارة الداخلية؟ فين الداخلية اللي هي بتتكلم 120 اسرة مش عارفين يتحموا؟ ما المصري مين هيحميها بقى؟ فين الجيش المصري؟ فين الحكومة المصرية؟ فين الرئيس محمد مرسي قبل الثورة وقبل الانتخابات وتعادل مفيش مسلم ومسيحي في مصر؟ فين الكلام ده؟ النهارده بعد خطبه الجمعه وقال ابناء وطن واحد. بأمارة ايه؟ بأمارة ايه الوطن الواحد؟ بأمارة ايه؟ فين الناس اللي اتهجرت دي؟ هو سأل فيهم؟ هل هو تابع حد من اللي اتهجر ده؟ استقبلهم في أي حتة؟ شاف مشاكلهم فين؟ شافهم بيناموا فين؟ مفيش من ده حصل. يبقى ازاي انت بتتكلم في وطن واحد؟ الكلام كتير، فين الفعل؟ احنا عايزين فعل. هو شاف الناس دي بتبات فين؟ شاف الناس اللي اتهجرت دي نايمه فين؟ ما هي نايمه في الشوارع، شافهم نايمين فين؟ مش حاجه اسمها وطن واحد، احنا عاوزين دوله قانون، القانون اللي بيحكم المسيحي والمسلم بس. فين ال 120 اسره اللي الداخليه مش عارفه تحميهم؟ حموا ميدان التحرير كان فيه مليون، يبقى 120 في اسره في البيوت مش عارفين يحموها؟ يبقى كده عوض الله على مصر بعد كده بقى. شكرا. اللي هو اللي احنا عايزينه يبقى مش رئيسنا، لو هو ما نفذش اللي احنا عايزينه كمصريين ما نعترفش بيه رئيس ابدا. لازم يشوف مطالب الاباط، مش الاباط بس، احنا مصريين في الاخر احنا مسلمين ومسيحيين ايد واحده. وحضرتك؟ انا اسمي توني صبري في اتحاد شباب مزيرو، جاي مشارك في الوقفه اللي نظمتها عده ائتلافات عشان اقول لا للظلم، اقول لا لكل حاجه غلط، اقول لا انه ما ينفعش يبقى فيه تهجير ممنهج للاقباط ويقول لك دي بالصدفه ان هم بيتهجروا. لا، اللي قطع النور هو اللي بيهجر الاقباط، هو اللي بالسبب في اشتعال فتيل الفتنه وفي اشتعال المذابح اللي بتحصل كل يوم في كل دوله، اللي بتحصل في نايل سيتي، اللي بتحصل في دهشور، واللي بتحصل في النور، والازمات اللي في البلاد كلها. انا موجود هنا النهارده عشان اشارك بصوتي كمصري، قبل ما ابقى مسيحي، قبل ما ابقى قبطي، انا بشارك وبقول لا للظلم، لا للفاشيه الاخوانيه، لا للداخليه الاخوانيه. الداخليه لو هي مش قادره تحمي كنيسه، لو هي مش قادره تحمي مواطنين، يقول لهم امشوا عشان مش عارفين نحميكم، يبقى انتوا ايه وظيفتكم في البلد؟ انتوا بتتقاضوا اجر مقابل حمايتنا، انتوا وظيفتكم انتوا تحمونا، الا لو انتوا عايزين تهجرونا تهجير ممنهج ممنطق كويس جدا، مخططين كويس جدا التهجير. في الاخر يقولوا ما فيش غير 8 اسر مسيحيه تهجروا، ويجي مرسي يتصور في اعلام ويقول احنا بعتنا وفد وبعتنا مجموعه ولا للفتنه، ويجي بعد في خطبه للجامع يقولها للفتنه انه هما مش 8 اسر اتهجروا ولا 20 ولا 30، في اقوال تتضارب ما بين 40 ما بين 120 اسره متهجره، يعني ناس عايشين في وطنهم مش وطنهم. بالاحرى يا مرسي بدل ما تهتم بالاردن وتهتم بغزه، بالاحرى تهتم بوطنك، تهتم بمصر. بالاحرى بدل ما انت بتزايد على الناس كلها وبتزايد على كل الدول على حساب مصر، بالاهم انك انت ما تزايدش على بلدك، لانه بلدك محتاجه لك اكتر. لانه لو انت بتقول قبيلتي وعشيرتي فالاقباط دول من عشيرتك، فما ينفعش انت تبيعهم البيعه دي وتسيبهم كده. واعتقد انه لو كان اللي هناك، مش هقول مسلمين، هقول مصريين اخوان، او اللي كانوا هناك فلسطينيين، ما كانش سكت كده وما كانش شايل ايديه وواخد ايد سلبيه في الموقف ده. استاذ توني صبري، ايه رايك في تشكيل الوزاره الجديد اللي نازل؟ هو تشكيل اخواني او تشكيل وطني. تشكيل وطني بيختاروا الناس الضعيفه اللي ما بتتكلمش ويحطها، يعني مثلا زي وزير الداخليه ده وزير طيب جدا، يعني اتقال لي من اكتر من حد ان هو اللواء طيب جدا وغلبان. هو عايزين ناس غلابه ما بتتكلمش كتير، انما حد يتكلم كتير هم مش عايزينه. فهم جايبين واحد ما بيتكلمش كتير، هو مش اخواني بس ما بيتكلمش كتير، يا اما بيعارض بس يكون اخواني، يعني هو يا اما الحكومه اخوانيه يا اما الحكومه ملهاش في اي حاجه وما بتعرفش تعمل اي حاجه. شكرا.